جايب لك 6 اخبار عن نادي الزمالك. خبر مفاجأة في اول الفيديو وخبر مفاجأة في اخر الفيديو، فانت لازم تكمل الفيديو للاخر. اول خبر حلو للزمالك وهو عودة بنتايج للزمالك. هو زي ما سمعت كده بنتايج الحمد لله راجع الفريق تاني، المشكلة بتاعته اتحلت. المسؤولين في الزمالك قدروا يقعدوا مع وكيل اللاعب وان هم يتفقوا الحل بسبب ان بنتايج كان زعلان بسبب مستحقاته المتاخره. ومهم ان هم قدروا يتوصلوا مع اللعيب لاتفاق كويس وخلاص اللعيب راجع الفريق تاني، وزي ما تقول كده رسميا بنتايج في الزمالك ومكمل مع الزمالك. الخبر الثاني وهو تجديد عقد محمد السيد. محمد السيد اللي حصل عليه مشاكل كتير قوي الفتره اللي فاتت وتم تجميده بسبب ان هو ما كانش عايز يجدد مع الزمالك. الاخبار المنتشره دلوقتي بتقول لك ان محمد السيد مجلس اداره الزمالك قدر يتوصل معاه الاتفاق واللعيب هيجدد مع الزمالك 3 سنين وهيرجع اللعيب تاني للتدريبات، ومشكله محمد السيد بنسبه كبيره خلاص اتحلت. نرجع بقى للخبر الثالث وعوده كابتن ماجد لفريق الزمالك تاني بعد ما حصل شويه نواشات كده مع اللاعب والمدير الفني السابق احمد عبد الرؤوف. كان كابتن معتمد جمال المدير الفني المؤقت لنادي الزمالك كلم اللعيب وقدر يحل كل المشاكل. كابتن معتمد جمال يعني قال للعيب ان هو هيبقى محتاجه الفتره الجايه، خصوصا خلاص ان ناصر ماهر مشي، فاكيد كابتن ماجد هيكون ليه دور الفتره الجايه مع الفريق. فدي برضو حاجه كويسه جدا، وانا اتفق جدا مع كابتن معتمد جمال. انت لازم تستغل كل اللعيبه اللي عندك، خصوصا ان انت مش هتقدر تعمل صفقات واللعيبه دي مكمله معاك لنهايه الموسم، فانت محتاج تحافظ عليها كلها. الخبر الرابع معانا وهو اعاره سيف جعفر. سيف جعفر خلاص من اللعيبه اللي تقريبا خلاص بنسبه 99% هتطلع اعاره، واقربهم فريق البنك الاهلي. اما بالنسبه لبعض اللعيبه التانية اللي ممكن تطلع اعاره، لسه الزمالك لغايه دلوقتي ما استقرش على اي لعيب. اللعيب الوحيد اللي خلاص بنسبه كبيره طالع اعاره هو سيف جعفر، وممكن يكون في لعيبه تانية، ولكن لغايه دلوقتي ما حصلش اي اتفاق على ان في اي لعيبه تروح، عشان كان في ناس بتقول لك عواد وناس بتقول لك مش عارف مين، فلا اعتقد بنسبه كبيره عواد مكمل مع الزمالك. الخبر الخامس وهو المدير الفني لنادي الزمالك. خلاص بنسبه كبيره الزمالك خلاص قرب يستقر على المدير الفني الجديد، وهو هيكون اجنبي بنسبة كبيرة. هيوصل خلاص بعد مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية، وفي يعني محاولات اقناع كده من مجلس الإدارة ان كابتن معتمد جمال يكمل معاه كمساعد في الجهاز الفني وما يرحلش عن الفريق. وانا اعتقد ان باذن الله كابتن معتمد جمال هيكمل، لان الزمالك برضو محتاج يكون في حد خبرة موجود كمساعد مع المدير الفني الجديد. وللعلم محدش يعرف مين المدير الفني خالص ولا مين الناس المرشحة، في سرية كبيرة يعني في الموضوع، فما حدش يعرف يعني بنسبة كبيرة لسه مفيش اسماء طلعت قوي. والخبر بقى السادس والاخير واللي هو الخبر الحلو ان الحمد لله الحمد لله الحمد لله الزمالك رجع فلوس المستثمرين اللي كانت مدفوعه في ارض اكتوبر. هو مبلغ بحوالي 500 مليون جنيه. المبلغ ده لو ما كانش رجع كان بنسبه كبيره الزمالك كان ممكن ينهار للابد. الزمالك الحمد لله رجع فلوس المستثمرين، وان شاء الله ان شاء الله الزمالك طريقه خلاص لان هو هيستلم ارض بديله